لو هتبص كده بزاوية واسعة هقول لك دول ال10 فدان بتوعك محل البيع في العرض الجميل اللي معانا النهارده. واجهتك على الطريق 95 متر في عمق حوالي اكتر من 500 متر، بيديك مساحة حوالي 10 فدان ملكية نهائية. ولما تشوف المزروع ده والمسطح الاخضر ده قول ما شاء الله لا قوة الا بالله. ده شعير، وارتفاع الشعير حوالي 90 سم من الارض، وجودة الزرع دي تدل ان المية كويسة والتربة بتاعة الارض كويسة. وين عينك ما تروح مرمى بصرك في النهاية هتلاقي مسطح اخضر. الزرع ده كل ده الزرع ده كل ده محل العرض اللي معانا النهارده. ولو هحدد لك ملوحة المية هقول لك المية اللي موجودة ملوحة تحديدا 800 جزء في المليون. ولو هحدد لك اللوكيشن هقول لك احنا في جمعية البحوث على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، الجهة المقابلة لمزارع دينا. كمان انت الملكية ملكية نهائية، وتبعد عن الطريق الصحراوي 600 متر فقط لا غير، يعني في لوكيشن برايم داخل الجمعية. ولو هنتكلم عن الأعضاء والملاك في الجمعية، كل عضو وكل مالك عنده مزرعة 5 فدان، عنده مزرعة 10 فدان باني عليها فيلا أو استراحة، وفي ناس مقيمة هنا في سكيورتي، انت كأنك في كومباوند زراعي. المياه موجودة والكهرباء كمان موجودة، وكل التراخيص اللي منحها وزارة الزراعة بتنطبق على الأرض بتاعتك، لأن الملكية بتاعتك ملكية نهائية، والبيع من المالك مباشرة، مفيش أي توكيلات، والتنازل في الشهر العقاري وفي الجمعية. ويلا واحنا مع بعض كده نلقي نظرة على الاستراحة اللي موجودة في المزرعة. مساحة الاستراحة اللي موجودة 120 متر، فيها غرفتين، 2 غرفة وتويلت ومطبخ وصالة كبيرة. التراس بتاع الاستراحة مطل الإطلالة على المزرعة، يعني انت هنا في نقطة عالية كاشف كل المزرعة، هتقدر تقف هنا كده وتقول سبحان الخالق على جمال المشهد وحلاوة المنظر. كل ما عينك هتقع او مهما يروح مرمى عينك هتشوف المسطح الاخضر ده حدود ال10 فدان بتوعنا. كمان احنا لو هنتكلم عن السعر المطلوب 12 مليون جنيه، سعر المطلوب 1,200,000. في تفاوض ان شاء الله، في تفاوض مع المالك مع الاونر في وجود المالك. دور غرفتين وصالة اللي هي الاستراحة. السعر المطلوب 12 مليون جنيه. التفاوض ان شاء الله هيكون مع المالك مع الاونر. في النهاية ما تنساش تدعمنا بالاشتراك في القناة واللايك الجميل بتاعك. ولو انت مهتم بالمزيد من العروض العقارية فاتك كتير لو انت ما تابعتش صفحة وقناة سفنكس للتسويق العقاري. في النهاية بلغ تحياتي وتقديري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.